شخصية قائد، وكيف كان لهذه المجموعة وتماسك هذه المجموعة دور في هذا التأهل الصعب على حساب تونس؟ بسوما ما جاش اولا عشان في البطوله دي في البطولة صح. ايوه ما جاش. المستويات اللي احنا كنا بنشوفها في الدوري الانجليزي ما بيقدمش ربعها. الفريق ده يا كابتن محمد مبني على حاجتين مهمين قوي في البطولات المجمعه، الصلابه الدفاعيه فاهم، وارتكاب وانتظار اخطاء المنافسين ويستغلها. ومدرب ممتاز. ايوه طبعا مدرب ممتاز، والحاجات البدنيه، فريق بدني من الدرجه الاولى، مش سهل ان انت بقى طبعا. واستغلال ضربه الجزاء 4 ماتشات يا كابتن محمد جابوا 3 اهداف مالي، منهم ضربتين جزاء وما كسبوش ولا ماتش. فاهم؟ هي دي الكوره. صحيح. هي دي البطولات المجمعه، ازاي تعرف امكانياتك وازاي تجهز فرقتك لكذا سيناريو عشان تقدر توصل. النهارده اهو 4 ماتشات بدون مكسب وصل ربع النهائي، هيلاعب السنغال. فنجاح كبير لهذا المدرب اللي عنده خبرات كبيره وقدر يسير المباراه زي ما هو عايز. اعتقد يعني نجاح انه عنده ماتش صعب قدام السنغال، انما الماتشات اللي مع بعض الفرق اللي زي دي مع بعض ما تبقاش ما انا بقول لك ناجح. 4 ماتشات ما كسبش، جاب 3 اجوال منهم ضربتين جزاء، 4 تعادلات. ايوه و3 اهداف يا كابتن معاذ في البطوله، 0-0 مره و3 1-1. ايوه فهو ناجح حتى الان، وصل ربع النهائي وعنده زي ما قلت صلابه دفاعيه وقوه بدنيه، وعنده بعض الامور سينايكو بقى الموجود المهاجم بيستغل الاخطاء بتاع المنافسين، فيعتبر نجاح بالنسبه له. ودي بقى الحاجات اللي احنا بنحبها في البطولات الافريقيه. الافارقه دمهم خفيف يا محمد. صحيح. والله العظيم بيستمتعوا باللعب، بيستمتعوا بالاجواء، الجمهور واللعيبه. لو هذه اجواء خاصه، مش فقط التاهل لربع النهائي، تلعب ساعه ونص تقريبا ب 10 لاعبين وتتاهل، شعور ممتاز طبعا. فنجاح كبير لهذه المجموعه زي ما قلت. اعتقد ان هم في كل بطوله بيبقوا يقول لك المالي عندها فرقه قويه، بس هم واضح انهم تعبانين من المباراه. واحد اللي قاعد يرقص كده بس الباقي ياخذون نفس. الباقي كابتن محمد لعب 120 دقيقه ومن اول نص ساعه بيلعبوا 10. فيحسبوا ليهم الصراحه ان هم عدم استسلام ولياقه بدنيه من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني انت منتخب. تساءلنا اذا كان على تونس المزيد من المجازفه بين الشوطين المباراه كابتن محمد عندما كان يلعب منتخب مالي ب10 لاعبين ام لا، لكن في النهايه ما حدث من سيناريو في هذه المباراه يجعلنا نشعر بان نجم المباراه افضل شخص في هذه المباراه كان توم سانت فيت مدرب منتخب. ميزات كل لعيب وسلبيات كل لعيب، وكل مباراه بتشكيله. يعني الماتش الاولاني بتشكيله، ماتش المغرب الثاني بتشكيله، الماتش الثالث بتشكيله، الماتش الرابع النهارده في خروج المغلوب بتشكيله مختلفه. واول نص ساعه خرج منه حصل له طرد وادار المباراه زي ما هو عايز. بدنيا الفريق حاضر جاهز الصراحه. فاعتقد انه نجاح كبير. السيناريو اللي خرج بيه تونس يا محمد ينرفزك، فاهم؟ احنا بنقول في كره القدم ينرفزك لان الكره عايزاك وانت مش عايزها، فخلاص. فكانت فرصه بالنسبه لك ان انت تدوس على نفسك النهارده، انما خروج مؤلم، خروج يزود الضغوط اللي هي اصلا موجوده. صحيح. فاعتقد ده هارد لك للمنتخب التونسي، انما منتخب مالي فريق محترم الصراحه، بدنيا وحتى تكتيكيا. بيلعب بعد نص ساعه بيقول لي 10 لاعبين، وحتى في اختيارات ركلات الترجيح يا محمد، حارس المرمى راح مع معظم الكرات اللي اتشاطت، معظمها. ممكن بس هي بتاع ياس سعد اللي راح عكس. صحيح. فاهم؟ فمحضر وجاهز في المباراه، بعكس ده حماد الصراحه ما فيش ولا تركيز ولا تحس ان هو مش مركز. فانا اشوف ان هي دي تفاصيل التفاصيل. كسبان جبت جول في الدقيقه 88 لازم تحافظ عليه. خطا فردي، ضربه جزاء، تتعادل، تخش اكسترا تايم، ما خدتش المجازفه، تغييرات فيها بعض الامور غير جانبها التوفيق او الراي الصحيح. فاعتقد نجاح للمنتخب المالي، اللي منتخب في ال4 ماتشات يا كابتن محمد ما كسبش. ال4 ماتشات ما كسبش ما كسبش ووصل لدور الثمانيه. فنجاح لهذا الفريق اللي عنده مقاومات كبيره وخاصه من الناحيه البدنيه. معناها يلعب اكثر من يمكن شوط ثاني كامل وربع ساعه و20 دقيقه في شوط ساعه ونص، يلعب منقوص العدد. نجاح تكتيكي، نجاح فني، نجاح بدني، نجاح على جميع المستويات. دفاعيا المنتخب المالي لم يعطي مساحات، لم نشاهد معناها تفوق للمنتخب التونسي بشكل كبير في بعض الحالات الذي نجحنا فيها، لكن في مجمل مباراة المنتخب المالي هو الذي نجح
وخبره لاعبيه استطاع في بعض الحالات اللي تكون فيها نوعا ما شك ان يكسب فاولات ويكسب كذا في الخروج بالكره من اجل فيها قوه المالي وفيها ضعف من الهجوم التونسي. اي اكيد احنا متفقين في هذا، يعني اكيد احنا لما نتكلم على الفتره هذه كامله من الوقت الذي ياتينا ولم نسجل، هذا دليل انه احنا في شك في المباراه، معنى لم ننجح على جميع المستويات. بالنسبه لي انا شوات حقيقه قدم اضافه كبيره كما قلت، سعد كذلك قدم اضافه كبيره، يعني حنبال يمكن 85 وكان جيد حقيقه. تغيير اكيد المدرب، ترجع للمدرب هل هو تغيير من اجل انه ارهاق او كذا، لكن انا اعتقد انه بس هي كابتن لقطات خروج حنبال عند خروجه تشعر انه غاضب، يعني انه لم يكن يريد المغادره، يشعر بانه يستطيع يعني هو افضل لاعب، لان قبل خروجه بنص دقيقه جرى سبرنت وكان يستحق فاول على الخط. لكن لا لاحظ هو سهل، انا معاك انه من المفروض ان يبقى حنبال. لا انا اقصد شعوره هو، يعني اللي احنا شاهدناه من لقطات من رده فعل انه لا يريد الخروج. لديه اي اشكال على المستوى الصحي، انا اعتقد التغيير فيه نوعا ما من المؤاخذات وانا استحق ان يكون المباراه، لكن كذلك لا نريد ان نضع المباراه بمعنى ان نحمل يعني بالرمضان نواصل يعني المباراه، كان وضع ركله ترجيح يمكن دخوله لم يكن يعني كما عدناه. بالرمضان هو لاعب جيد لكن لم يكن موفق في مباراه، انا ذكرني مباراه هذه مباراه نيجيريا في 2006 ولو انه احنا كنا افضل يعني اكيد في ركله الترجيح سجلنا الركلتين الاولى وهم ضاعوا ركلتين الاولى بعد خسرنا المباراه. فالاشكال المباراه كلها تريد ان تونس ان تنتصر في المباراه. سجلنا وساسي كابتن اللي كان عليه انتقادات كبيره قبل مباراه كبيره من افضل اللاعبين، لكن الساسي سبحان الله معنا في تونس ينتقدوه بشكل كبير اليوم لعب مباراه تقريبا بدون اخطاء بدون اخطاء ويمنع توازن. الكرة القدم لابد ان يعطيك فيه لاعب توازن، لان هو لما يكون موجود مع الصخيري يحرر حنبال لما يكون موجود، او يحرر مثلا الغربي او يحرر لاعب ثاني. هو ليس اللاعب على المستوى البدني اكيد انه اقل مثلا من حنبال الذي يركض في الملعب كامل. على فكره مرياح اليوم في دخول مرياح كذلك قدم انه اضافه باستثناء يعني بعض الاخطاء يعني العاديه، حتى البيلنتي لم يكن بالمعنى انه بيلنتي، بمعنى البيلنتي هي الكرة هي نزلت في كل الأحوال. هو قدم نوعا ما مباراة جيدة من الدخول، لكن ظروف المباراة ككل لم نستغل. قبل أن نتكلم على الترجيح لم نستغل الفترة اللي كنا فيها احنا معنا ب 11 وهذا يعطيك لاحظ أنا معناها أنت تتابع في البطولة الأفريقية بشكل يعني حقيقة إمكانياتنا أقل بكثير، من انتظارات جماهيرنا يعني جماهير تونسية تطالب بشيء معين، الامكانيات لا اقل من الطموح، اقل بكثير حقيقه. انا في الشق الهجومي حتى هجوميا ما عندكش لاعبين، ما عندكش سلاح، ما عندكش مرموش، ما عندكش اليوم اوسيمان لوكمان، يعني عديد النجوم اللي قادرين حتى لو كان الفريق يكون مش في احسن حالاته يكسبك في المباراه.